إجراء سيادة وزيرة الثقافة والفنون السيدة سوريا ملوجي عن زيارة ميدانية بالجزائر العاصمة، والتي تفقدت خلالها مدى تقدم سير إنجاز عدد من المشاريع، وكذا ترميم بعض المعالم والمواقع الأثرية مع إشراك الفاعلين في هذا المجال حسب بيان الوزارة. وكما استهلت سيادة الوزيرة زيارتها من بلدية المدينية، أين تفقدت سيرورة أشغال ترميم دار الجنان الأخضر، والتي تعود إلى العهد العثماني والمصنفة كمعلم أثري، حيث أسدت الوزيرة تعليمات صارمة لمسؤولي الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية لإنهاء الإجراءات الإدارية العالقة منذ سنة 2013 في أقرب الأجال، وكذلك استئناف عملية الترميم وإعادة التهيئة. وكما انتقلت سيادة الوزيرة إلى بلدية حسين-داي لزيارة قصر بلوكين، والذي سيتم تخصيصه كمتحف مؤقت لاستقبال الجزائر للمتحف الإفريقي الكبير منتصف شهر أفريل القادم، حيث اتفقت الوزيرة حسب البيان مع مكتب الدراسات والشركة المقاولة على تقليص آجال إنجاز الأشغال واستلام المقر أوائل الشهر الداخل، له من ثقل استراتيجي للجزائر وإفريقيا بصفة عامة. وكما تفقدت سيادة الوزيرة دار المنزه بحي القصبة العتيق والتابعة للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، حيث قررت تحويله إلى دار للفنان كفضاء يجمع الفنانين والمثقفين الجزائريين في كل التخصصات، وتزويده بالمرافق الضرورية لضمان بيئة مناسبة للقاء والتشاور والعمل المتشارك. وكما التقت وزيرة الثقافة والفنون بمنتخبين محليين من بلدية برج الكيفان في زيارة لحصون البلدية والتي تعود للفترة العثمانية. وكما تم الاتفاق على إعادة فتح ملف صيانة الحصن والتي توقفت سنة 2008 بعد الشروع في الأشغال الاستعجالية، وهو ما سيسمح لاحقا باستغلاله من طرف الجمعية المحلية الناشطة في مجال التراث والصناعة التقليدية. وكذلك مع خبر آخر مغاير، كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف عبر بيان لها في موقعها الرسمي عن الملعب الذي سيحتضن لقاء العودة بين منتخب الخضر ومنتخب النيجر في سياق تصفيات كان كوت ديفوار. ووفقا لذات البيان فإن هذه المباراة سيحتضنها ملعب حمادي العقربي في تونس يوم الاثنين 27 مارس على الساعة 5 مساء. وللإشارة فإن اللقاء الذهاب بين المنتخبين سيحتضنه ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائر يوم الخميس 23 مارس على الساعة 10 ليلا. وكما يتصدر المنتخب الوطني مجموعته السادسة ب6 نقاط بعد لعب جولتين في التصفيات، حيث استهل مشواره بالفوز على أوغندا بهدفين دون رد بملعب 5 جويلية بالعاصمة، ليعود من تنزانيا بفوز بذات النتيجة. وكذلك مع خبر آخر مغاير، أكد سيادة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بأن الجزائر تسعى للتكييف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت للطلب المتزايد على الطاقة مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وكما صرح كذلك سيادة الوزير عبر كلمة له على هامش فعاليات الطبعة 27 ليوم الطاقة بأن هذه المساعي ترتكز على سياسة تطوعية تهدف لحماية البيئة من خلال الاعتماد على تكنولوجيات طاقوية نظيفة. وكما كشف كذلك سيادة الوزير بأن الجزائر تبذل جهودا كبيرة للتقليل من الأنواع المختلفة من الانبعاثات، ففي مجال حرق الغاز انضمت سوناتراك إلى المبادرة العالمية صفر حرق روتيني بحلول سنة 2030. كما تعمل مع الوكالة الفضائية الجزائرية بالتعاون مع البنك الدولي في بحث علمي وتكنولوجي من أجل قياس ورصد انبعاثات غازات الميثان من أجل الحد نهائيا من هذه الانبعاثات. وبخصوص ملف إدخال الطاقات المتجددة، فقد أشار سيادة الوزير إلى قيام سنة الغاز بتموين 20 قرية بالطاقة الشمسية في الجنوب الكبير، وكذلك إنشاء
في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 22 محطة كهروضوئية بسعة إجمالية مقدرة ب 344 ميجاوات، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع التهجين ببرنامج 50 ميجاوات. كما أوضح أيضا سيادة الوزير بأن سونا الغاز تعمل على إنجاز كل البرامج على أكثر من 40 ولاية، مضيفا أنها ستقوم بإنجاز مشاريع تجريبية لإنشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية. وكذلك في الأخير فقد أكد سيادة الوزير بأن القطاع يعمل على تعزيز الكفاءة والرصانة الطاقوية عبر إدراج تدابير الفعالية الطاقوية في قطاعات البناء والنقل وكذلك الصناعة وتطوير الهيدروجين بما يناسب وقدرات وإمكانات الوطن، والذي سيسمح للجزائر أن تكون فاعل إقليمي رئيسي في هذا المجال.